يكون مقتضب. قريت مؤخرا أحد مقالاتك وقلت فيه بأن أنت تميل إلى المدرسة التي لا تعتمد على الصناعة. مثلا استشهدت بالمخرج الفرنسي غودار آخر مقال. إذا ونحن نعلم بأن هناك مدرستان، يعني المدرسة الأولى يعني تعتمد على النص، وهناك مدرسة أخرى يعني بالنسبة لها النص غير ماشي بالضروري. مثلا غودار أحيانا يشتغل بدون الاعتماد على النصوص المكتوبة. يعني فين كتشوف انت ذاتك اكثر؟ يعني من خلال هذه الافلام الثلاثه اللي شفنا، يعني واش في المدرسه الاولى ولا في المدرسه الثانيه؟ هو دابا كاينه واحد القضيه بالنسبه لي هذاك المدرسه، كاينه الشروط. انا ما كرهتش الحقيقه. بطبيعه الحال انا كتلاحظوا على ان فوقاش ما كنكتب ولا شي حاجه دائما كنسيتي غودار، لدرجه ان واش ما راه كاين واحد درت واحد المقال على السينما د غودار زعما مهووس بالسينما د غودار، الا انه يعني الشروط الاقتصاديه باش نكونوا واضحين. الابداع السينمائي لا يوجد خارج الانتاج، لا يوجد خارج نمط الانتاج اللي متوفر لي كمخرج مغربي. عندي حق في واحد شويه ديال الدعم في الدول الخليج، عندي حق في دعم شي دعم بسيط في الدول الاوروبيه، فبالتالي انا ما نقدرش نبدع خارج الامكانيات المتوفره. والامكانيات المتوفره ونمط الانتاج والموقع ديالي انا في السينما الوطنيه ما كيسمحليش نجي ونقول انا ما عندي السيناريو عطيوني باش ندير فيلم. فكاين شروط كتحكمني، ما كرهتش، ولكن هذا الطموح اللي كيدفعني نجتهد في الكتابه، لانه باش تقدر تزاوج بين هذه الفكره انه مفروض عليك تكتب السيناريو وبين انك تخدم فيلم، يعني بحال نقولوا اسلوب وثائقي، انك تخرج. ودائما المساله كنفكر فيها بزاف، هو انه بالنسبه لي اللحظه ديال التسجيل، لان السينما بالتعريف الفرنسيه هو enregistrer le réel par l'image et le son. فبالنسبه لي كنعتقد ان اللحظه الانطولوجيه ديال السينما هي اللحظه ديال التسجيل، هي اللحظه في كتلاقى الكاميرا مع الواقع. كنظن هذه هي اللحظه الاساسيه، الا انه السينما مشات في اتجاه ديال على انه اللحظه ديال التسجيل هي لحظه التطبيق وتنفيذ واحد العمل مكتوب بشكل الان. يعني منصات الانتاج ولا الانتاج كيفرض عليك واحد النوع ديال الصرامه، يعني كل شيء خصو يكون بيطوني كما كيقولوا الفرنساويين. فبالتالي كنحاول نقلب على شي شكل الكتابه اللي كيسمح لي نكتب سيناريو، نخدم سيناريو، ولكن كيعطيني مساحات كبيره في الاخراج. لانه كنعتقد انا كنوجد مثلا في العمل، يعني كانجاز العمل انا كنوجد بزاف، كنرسم ولكن ملي كنجي للبلاطو كنحاول داكشي كامل نخليه ابار، ونحاول ان اللحظه ديال اللقاء ديالي مع الممثل، لحظه اللقاء ديالي مع الكاميرا، لحظه اللقاء ديالي مع الضوء هي اللي تعطيني لو ماكسيموم بوسيبل ديال الامكانيات ديال الابداع في اللحظه، فهمتي. فبالتالي انا كنحاول ما امكن نلقى شي حاجه اللي لاحظتي على انه وانا باش مشيت ثلاثه الافلام بلا ما نرجع الافلام القصيره، ثلاثه الافلام زعما الرفق كان ثقيل بالمعلومات والاحاله التاريخيه والديسكور، ثقيل بزاف. في افراح صغيره حاولت نتخلص بزاف ديال الاشياء، لدرجه انه كانوا الرجال ما بقاوش، كانوا الا لاحظتوا القصه كانت ديكويه شويه. الا لاحظتوا على انه في الفيلم الثالث جورنال انتيم فيلم يعني متقشف بواحد الدرجه، يعني ما كاين لا موسيقى، فضاء واحد، تقريبا جوج ديال الشخصيات، وهذا كنحاول ما امكن نبقى ماشي نوصل لواحد السينما اللي هي القمه ديال يعني التقشف، واللي كتعتمد اساسا اللي السيناريو كيفتح لك، كيكون بحال واحد النوع ديال الكونسيبت
ارتستيك اللي كيعطيك مجال وكنظن بحال عباس كيروسطامي يقدر يوصل للمساله هذه، لان الافلام ديال عباس كيروسطامي ما كتعتمدش مثلا على السيناريو، كتعتمد على ان كونسيبت مثلا التيم، كتجيك في الشكل تقول ان هذاك مكتوب بالتفاصيل ديالو، داك غالبا واحد 3 ولا 4 لي باج فهمتي. دونك هذا هو فين كنحاول نلقى واحد المنزله ما بين المنزلتين.